هذه قصة أحد ضحايا جيفري أوبستن، واللي مو متابع ويانا قصة جيفري أوبستن وجزيرته خليه يرجع الفيديوهات اللي طافت. بعام 2011 في بنية قال لها فيرجينا ادعت انها واحدة من آلاف ضحايا جيفري أوبستن. قالت ان بسنة 1998 طلبوا منها انها تشتغل بمساج، وحزتها كان عمرها 15 سنة. طبعا تشتغل بمساج حق منو؟ حق جيفري. والمبلغ كان وايد مغري حزتها، لان هناك البنية اذا عمرها 15 سنة عادي تروح تشتغل. فتخيل انت عمرك 15 سنة وتدور وظيفة وتجيلك وظيفة وايد سهلة براتب وايد مغري، فاكيد راح تقول ايه. عاد سالوا فيرجينا تذكرين المشاهير اللي تعاملوا ويا جيفري؟ قالت ايه اذكرهم، شفت بعضهم قاعد مع جيفري بالطياره، مثل نايومي كامبل وهايدي كلوم وبيل كلينتون وآل جور وهيلاري كلينتون ومات جرونينج منتج مسلسل ذا سيمبسون. وتقول فيرجينا ان جيفري عنده 5 فيلل بالجزيره يمارس فيها البيدوفيل. وبيوم من الايام انا كنت قاعد اتمشى بالجزيره شفت بيل كلينتون ومعاه بنتين صغار، فسالته ايش قاعد تسوي؟ كان يقول لي هذول يدينون لي، وقاعد يضحك. وبحط لكم رابط PDF فايل في قائمة الرحلات اللي صارت على طيارة بيل كلينتون، وفيها أسامي الأشخاص اللي ركبوا الطيارة. بس للعلم مو أي اسم تلقاه بالقائمة يعني هذا أوبستن ليست، لا، هذا ركب مع الطيارة، مو شرط راح الجزيرة.